السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة كده. النهاردة هنعمل حاجة صغنونة كده. انا معايا جبنة قريش، جايبة قطعة جبنة قريش من السوبر ماركت. آه انا بحب الجبنة القريش اعملها يعني ايه تتاكل كده. لو انت متضايقة من نوعية الاكل اللي انت عاملاها او بايت عندك او جوعتي عايزة تعملي سندوتش ولا اي حاجة، هنعملها بطريقة سهلة جدا وهتفضل معاكي في التلاجة ومش هيحصل لها اي مشكلة. تابعوا معايا الفيديو وشوفوا الموضوع ماشي ازاي. معايا قطعة جبنة قريش كبيرة كده، ومعايا علبة، ومعايا مش جبنة قديمة. ماشي، هنعمل ايه بقى؟ هناخد قطعة الجبنة القريش دي هنحطها هنا. ماشي، هنهرسها جامد كده. ندوقها بس الاول، بسم الله. جميلة، بس طبعا مش زي الجبنة القريش اللي بتتباع عند الفلاحين يعني. هنهرسها جامد كده. وهنجيب قطعة جبنة قديمة، بصوا اهي دي كده بس، ونقلبها بيها جامد جدا جدا جدا. حط حتة تاني. انا عايزة طعمها مميز كده. لما كنت بروح باكل بيتزا هات كده، كنت بتجيب في وسط البقوليات اللي يعني السلطة اللي احنا بنجيبها جبنة كده طعمها حلو قوي، فانا عايزة اعملها زيها. الجبنة دي بتاكليها في اي وقت. كده يا جماعة، مش هزود عليها اي حاجة تانية اهي كده. حط عليها بس حاجة بسيطة، شطة، نقطة شطة صغيرة، وهحط عليها شوية زيت. هتحطي حاجة تاني هقول لكم لا، مش هحط اي حاجة تانية، كده بس. طعم الجبنة يا جماعة تحفة قوي 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 والله، وفيها مزازة كده جميلة قوي. طبعا عشان حطيت عليها قطعة جبنة قديمة، بس هي مش انا مش عاملاها ان هي جبنة قديمة تتاكل، لا. دي بقى جربيها في العيش الفينو السخن والمعجنات وقولي لي ايه طعمك فيها. لو ما كنتوش كلكم تجروا تجيبوا قطعه الجبنه القريش دي وتعملوها على طول وتخلوها عندكم كده محطوطه في التلاجة، وبيقولوا نجلاء نوجه ما تعرفش اي حاجه. بس اهي ندوقها. هي دي الجبنه اللي انا عايزه اقول لكم عليها، ودي الطعم بتاعها هايل جدا. في يا جماعه اللي عايز يحط عليها قطعه طماطم ياخد في طبق قطعه كده ويزود نقطه زيت ويحط عليها طماطم وفلفل، لكن هي مفروض انا عاملاها للسندوتشات مش لاكتر من كده. بس تحطيها في فينو، تحطيها في عيش شامي، تحطيها في عيش بلدي، هتلاقي طعمها هايل جدا. وجربوها وقولوا لي ايه طعمكم. وما تنسوش يا جماعه ان انتوا تشتركوا في القناه ودوسوا لايك عشان يوصل لكم كل جديد. حبايب قلبي، انا مبسوطه جدا ان انا معاكم، واتمنى يا رب الفيديو الصغنن ده يعجبكم. وهي كده الجبنه خلاص خلصت، هتتحط بقى في التلاجة. لما انا اعوز اكل منها ان شاء الله هبقى اطلع ايه واعمل في السندوتشات. وده الشكل النهائي يا حبايب قلبي، قطعه الجبنه القريش وقرنين فلفل حلوين مع خيار وعيش شامي، واديله لفه.
يلا اشوفكم على خير حبايب قلبي، ما تنسوش تدعموني بلايك وتدوسوا اشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مع نوجة. السلام عليكم.